مساء الخير مشاهدينا، اهلا بيكم معانا النهارده في حلقه جديده وبنكمل مع بعض مباشر من مصر. وجزيل الشكر للزميل محمد الجندي والكاتب الصحفي الاستاذ محمد الشماع. النهارده هنتكلم عن القمه الامريكيه الافريقيه بحضور 49 من رؤساء وقاده دول الافريقيه، والرئيس عبد الفتاح السيسي حضر قمه القمه الامريكيه التي اختتمت عملها في واشنطن امس الاول على مدار 3 ايام. وهذه القمه دعا اليها الرئيس الامريكي جو بايدن، ووصفت بانها اكبر تجمع دبلوماسي دولي تقوم به دوله الولايات المتحده الامريكيه منذ جائحه كورونا. وأيضا وصفها بعض المحللون بأنها فرصة ذهبية لتمثيل الاتحاد الإفريقي بمقاعد دائمة في المنظمات والمبادرات الدولية بما فيها مجلس الأمن. الحقيقة القمة أيضا الأمريكية الإفريقية التي استمرت 3 أيام تأتي في إطار استراتيجية إفريقيا الجديدة اللي كشف عنها الرئيس الأمريكي في أغسطس الماضي، والتي تشمل إصلاحا للتحركات الأمريكية في القارة الأفريقية وخصوصا جنوب الصحراء، وذلك بعد التغول الكبير للوجود الصيني والروسي في القارة السمراء. السيد الرئيس خلال القمة عقد العديد من اللقاءات، وكان في أيضا مباحثات مع قادة الدول، وأيضا لقاءات مع يعني مسؤولين وقادة أمريكيين. الحقيقة النهاردة يمكن هذا الملف هو ملف حديثنا النهاردة مع سيادة السفير حسين هريدي مساعد وزير الخارجية الأسبق. مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا فندم. أهلا بحضرتك. أهلا بيك يا فندم. طيب سيادة السفير، وسائل الإعلام الأمريكية قالت إن هذا الحدث هذه القمة تعتبر تحديا صعبا لواشنطن لكسب ثقة القارة السمراء مرة أخرى واللحاق ببكين وموسكو في إفريقيا. يعني هو في كذا إطار يمكننا فيه تحليل القمة وتحليل الاستراتيجية الأمريكية تجاه أفريقيا. الإطار الأول طبعا إطار أمريكي بحت، ثنائي العلاقات بين الولايات المتحدة الأمريكية وأفريقيا على مدى العقود ال3 الماضية. الإطار الآخر حضرتك هو وضع هذه الاستراتيجية في إطار أشمل من وجهة نظر الولايات المتحدة الأمريكية، اللي هي الاستراتيجية الدولية للولايات المتحدة الأمريكية أو للإدارة الحالية. تمام. الإطار الآخر اللي حضرتك أشرتي إليه هو التنافس المتزايد بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين. طبعا هذه القمة وما نتج عنها وهذه الاستراتيجية هي طبعا استراتيجية شاملة، بمعنى أن هي بتغطي كافة مجالات التعاون الثنائي الممكنة بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين الدول الأفريقية. وهذه الاستراتيجية بتندرج في إدراك الولايات المتحدة الأمريكية أو إدارة الرئيس بايدن تحديداً أن أفريقيا على مستوى الحكومات، على مستوى مؤسساتها، على مستوى شعوبها أصبحت لاعباً ده الوصف اللي بيستخدم، لاعباً جيو استراتيجياً في عالم اليوم وفي التعامل مع التحديات اللي بتواجه العالم خلال العقد القادم. وهنا أحب أتوقف بقراءة والاطلاع على الوثائق الأمريكية. هذه الاستراتيجية بتستهدف هذا العقد. ده أول شيء، يعني من 2022 لغاية 2030. السؤال اللي طرح على مستوى الخبراء ومستوى المراقبين وعلى مستوى مسؤولين كبار سواء في الولايات المتحدة الأمريكية أو في أفريقيا هو استمرارية هذه الاستراتيجية. كما تعلمين حضرتك
أنه خلال القمة الأمريكية الأفريقية الرئيس الأمريكي جو بايدن أعلن أن الولايات المتحدة الأمريكية هتخصص مبلغ 55 مليار دولار للقارة الأفريقية على امتداد ال3 سنوات القادمة بالتنسيق والتعاون مع الكونغرس الأمريكي للقارة الأفريقية. وهذا المبلغ 55 مليار دولار بحضرتك يغطي بقى حضرتك التعاون مع أفريقيا في مجالات عديدة، لعل على سبيل المثال والحصر التغيرات المناخية وتكيف الدول الأفريقية مع التغيرات ده المناخية. كان يعني نتاج عن قمة المناخ اللي كانت في نعم يا فندم. ده كان نتاج للقمة كمان يعني هو قمة المناخ هو في شرم هو الشيخ. جزء يعني من ضمن المبادرات التي تم الإعلان عنها في سياق قمة زعماء الولايات المتحدة الأمريكية وأفريقيا، مبادرات كان سبق الرئيس الأمريكي أعلن عنها في شرم الشيخ بالظبط. ومنها مبادرة مع مصر وبرضو أمام شرم الشيخ خصص مبلغ 150 مليون دولار لهذه المبادرة، وأعيد التأكيد عليها أمام القمة الأمريكية الأفريقية. فالتغيرات المناخية، التعافي الاقتصادي في مرحلة ما بعد كوفيد-19، حضرتك الاقتصاد الرقمي، تشجيع القطاع الخاص، كل دي ملفات من خلال ال 55 مليار دولار. ال 55 مليار دولار حين يعني دي مشروطة بموافقة الكونغرس. بالظبط. وحضرتك عارفة انه مجلس النواب القادم اللي هيبتدي في يناير اقل من شهر، الاغلبية فيه اغلبية جمهورية، لم تعد اغلبية ديمقراطية. فهنا يعني وهم 55 مليار دولار 3 سنوات. 2000 العام القادم، بنهاية العام القادم هنخش حضرتك أو منتصف العام القادم هنخش في الاستعداد للانتخابات التمهيدية للرئاسة الأمريكية، ثم انتخابات الرئاسة في نوفمبر القادم إن شاء الله. هل الرئيس بايدن هيرشح نفسه مرة ثانية؟ وإذا رشح نفسه هل هيكسب أم لا؟ مين المرشح الجمهوري أمامه؟ بغض النظر مين المرشح الجمهوري، هل هيفوز؟ فالنهارده في علامات استفهام على مدى قدرة الإدارة الأمريكية الحالية على تنفيذ هذه الالتزامات. هي هقول لحضرتك حاجه، ودي جزئيه يمكن بتاكد على كلام حضرتك، ان كمان وسائل الاعلام الامريكيه نبهت على تضييق فجوه الثقه اللي اتسعت بشكل كبير من عدم التزام الولايات المتحدة الأمريكية بالعديد من ما تقول أو ما تحاول أنها تلتزم به. هي الاستراتيجية اللي أعلنتها الولايات المتحدة الأمريكية والخطابات التي ألقيت سواء من جانب الرئيس الأمريكي أو من جانب وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن، أو تصريحات لمستشار الأمن القومي جيك ساليفان حوالين التزامات وتعهدات الولايات المتحدة الأمريكية في إطار استراتيجيتها للشراكة مع أفريقيا، صراحة هي طموحة للغاية. يعني ممكن نقول طبعا يعني الكل يأمل سواء من الجانب الامريكي او من الجانب الافريقي ان تفي بالتزاماتها، انه تتحقق بالظبط. لكن ممكن نقول اذا تحقق نصف ما تم الالتزام به، انجاز، ده هيبقى انجاز كبير. بس واحنا بنتكلم حضرتك على هذا موضوع هو شعوري انا، ده تقديري يعني متواضع، تقديري الشخصي، انه المسؤولين الامريكيين الحاليين او البيت الابيض الحالي جاد في هذه الالتزامات وفي تنفيذ هذه الالتزامات. ايه اللي يشجعني على قول هذا؟ ان الاول مره يتم تعيين مبعوث خاص رئاسي امريكي لمتابعه تنفيذ هذه الالتزامات على مدى ال3 سنوات القادمه، وهو السفير جوني كارسون. وتم الاعلان عن ذلك
وعند الإعلان عن هذه التسمية أو هذا التعيين، الرئيس الأمريكي قال دوت عشان نؤكد مدى قدرتنا على تنفيذ هذه الالتزامات. بس في هنا أحب أفتح قوس وأقول إنه إحنا بنتحدث عن شراكة أمريكية أفريقية جديدة. هي لا تنطلق من فراغ. يعني في حضرتك داخل إطار هذه الشراكة وداخل التزام في مبادرات أمريكية طرحت بالفعل حضرتك. مبادرات مثلا على سبيل المثال خاصة بالطاقة، عنوانها حتى كان باور أفريكا، يعني تزويد أفريقيا بالقدرة على التعامل مع التحديات المتعلقة بالطاقة، والتحول إلى تمكين أفريقيا من التحول إلى الطاقة الخضراء أو إلى الاقتصاد الأخضر. كذلك حضرتك في مجال الصحة العامة وكيفية تمكين أفريقيا من تصنيع اللقاحات مثلا. لكن التعاون أو الشراكة الأمريكية الأفريقية هتتم على عدة محاور. المحور الأول هو ما بين الإدارة الأمريكية أو الحكومة الأمريكية وحكومات الدول الأفريقية، يعني في المجال الثنائي. ده أول محور. المحور الثاني حضرتك من خلال التنسيق والتعاون مع الاتحاد الأفريقي. المحور الثالث وده محور هام التنسيق والتعاون مع أفريقيا من خلال التجمعات الاقتصادية الأفريقية. كما تعلمين حضرتك أن في تجمع اقتصادي في شرق أفريقيا، في تجمع اقتصادي في جنوب أفريقيا، في تجمع اقتصادي لوسط أفريقيا، وفي تجمع اقتصادي هام جدا لدول غرب أفريقيا. فالتعاون بين تنفيذ الالتزامات والتعهدات التي وردت واتفق عليها خلال هذه القمة في واشنطن في الفترة من 13 ل 15 ديسمبر هيتم حضرتك تنفيذها عبر هذه المحاور. الولايات المتحدة أيضا برضو يجب أن نأخذ في الاعتبار، ودي نقطة يعني تكون محل رصد من جانب الدول الأفريقية ومصر كذلك، إنه في جزء من هذه الاستراتيجية يتعلق بالحوكمة والديمقراطية والشفافية. يعني في الدول الأفريقية. ما احنا بنتكلم على استراتيجية، يعني احنا بنتكلم على استراتيجية الولايات المتحدة الأمريكية تجاه أفريقيا. ده معناه إيه؟ ده معناه إنه الإدارة الأمريكية وهي حضرتك بتدير علاقتها مع أفريقيا في سياق هذه الاستراتيجية الشاملة، هيكون دايما في بند هي تركز عليه يتعلق بالديمقراطية، يتعلق بحقوق الإنسان، يتعلق بالحريات، يتعلق بالشفافية. وذكروا تحديدا خلال الكلمات التي ألقاها كبار المسؤولين الأمريكيين إنه الولايات المتحدة الأمريكية في العام القادم عام 2023 هيبقى فيه انتخابات حضرتك في عدة دول أفريقية. فالولايات المتحدة هتراقب هذه الانتخابات بحيث أن تكون هذه الانتخابات انتخابات حرة شفافة ونزيهة وشفافة. إلى أي مدى نقدر نقول أن هذه القمة الأمريكية الأفريقية تعد داعم لأفريقيا للحصول على مقعد دائم؟ هي الولايات المتحدة الأمريكية الرئيس بايدن أعلن بيدعم ده. الرئيس بايدن أعلن أمام القمة حضرتك أن الولايات المتحدة الأمريكية هتؤيد بالظبط أن الاتحاد الأفريقي يصبح عضوا في مجموعة ال20، عضوا كامل العضوية زي الاتحاد الأوروبي على سبيل المثال في مجموعة 20. إذا تم هذا حضرتك ده هيبقى خطوة كبيرة جدا للدول الأفريقية. كذلك سبق أنه أعلن، يعني هو كرر أمام القمة ما سبق أن أعلنه في كلمته أمام افتتاح الدورة 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر الماضي، أن الولايات المتحدة الأمريكية بتؤيد حصول أفريقيا على مقعد دائم في مجلس الأمن. في إطار طبعا في إطار
إصلاح وتطوير مجلس الأمن. دوت تعهدات الرئيس بايدن أمام القمة الأمريكية الأفريقية أعلن عنها. وطبعا يعني أنا أعتقد أن ممكن الأقرب للتنفيذ هو قبول الاتحاد الأفريقي كعضو في مجموعة العشرين. طبعا مجموعة العشرين كما تعلمين حضرتك هي اللي بتتخذ على مستوى العالم، هي اللي بتتخذ القرارات اللي بتؤثر بشكل مباشر على العلاقات الاقتصادية الدولية. خلينا نروح كذلك في نقطة برضو احنا بنتكلم على البعد الاقتصادي، ودي طبعا هو في تلاقي يا إيمان هانم، في عدة نقاط تلاقي بين ما ورد في هذه الاستراتيجية الأمريكية بالنسبة لأفريقيا ومواقف مصر بالنسبة للقضايا الأفريقية. منها على سبيل المثال حضرتك الديون الخارجية المرتفعة للدول الأفريقية، وعدم قدرة العديد منها بعد جائحة كورونا وبعد حضرتك أزمة الحبوب والشعير والقمح بسبب تداعيات الحرب الأوكرانية، إن هي لا تستطيع سداد. فالولايات المتحدة الأمريكية الرئيس بايدن أعلن أمام القمة إن الإدارة الأمريكية هتمنح هتقرض صندوق النقد الدولي 21 مليار دولار الصندوق، عشان صندوق النقد الدولي يبقى عنده حضرتك حرية مناورة أكبر في مساعدة الدول الفقيرة في سداد ديونها. تمام. خليني أروح لمشاركة السيد الرئيس في القمة، وخصوصا أن كان في نشاط مكثف للسيد الرئيس، وخلينا نتوقف هنا عند العلاقات المصرية الأمريكية. هو بمنتهى الصراحة نشاط السيد الرئيس في واشنطن في هذه الزيارة غطى حضرتك محورين. محور زي اللي حضرتك أشرت إليه العلاقات الثنائية، ومحور آخر يتعلق بمصر والإصلاح الاقتصادي مع المؤسسات الاقتصادية الدولية. وده تمثل في لقاء السيد الرئيس مع رئيس البنك الدولي. لكن اللقاءات الثنائية كان يعني حضرتك كان في لقاءات مع كبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية. وزير الدفاع الأمريكي السيد الرئيس زار مقر البنتاغون، مقر وزارة الدفاع الأمريكية. السيد الرئيس التقى بوزير الخارجية الأمريكية، ثم السيد الرئيس استقبل مستشار الأمن القومي الأمريكي اللي أبدى مساندة الولايات المتحدة الأمريكية إلى الآتي: الأمن المائي لمصر أول شيء. تاني شيء حضرتك مساندة الولايات أو تأييد الولايات المتحدة الأمريكية لتوصل كلا من مصر وأثيوبيا والسودان إلى اتفاق يأخذ في الاعتبار مصالح الدول الثلاثة بالنسبة لسد النهضة، ثم مساندة مصر في مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي في إطار برامج الإصلاحات الاقتصادية اللي تقوم بها مصر. بالإضافة طبعا للقاء مع رجال أعمال ولقاء مع أعضاء جمهوريين في الكونغرس هافدم، ثم عشاء عمل مع غرفة التجارة الأمريكية. محصلة هذه اللقاءات في إطار حديثنا عن العلاقات الأمريكية الثنائية مما لا شك فيه أن هي حضرتك أولا بتعكس مدى تمسك الطرفين البلدين الولايات المتحدة الأمريكية ومصر بالعلاقات الوثيقة بين البلدين، ثم أنه بتعكس على أرض الواقع حرص كل من مصر والولايات المتحدة الأمريكية على تعزيز هذه العلاقات في شتى المجالات، سواء بنتحدث عن التعاون العسكري والأمني أو التعاون الاقتصادي أو التعاون حضرتك في المجال الاستثمارات الأمريكية المباشرة في مصر، سواء القائمة بالفعل أو تشجيع استثمارات أخرى في المستقبل. اسمحي لي ارجع يعني برضو سريعا علشان احنا خلاص. لا انا بتكلم ان حضرتك لا قلت تعليق حضرتك، لانه انا خلاص وقتي خلاص شبه انتهى خلاص. لا انا بس كنت يعني من ضمن مش المآخذ، من ضمن التعليقات
على الاستراتيجية الأمريكية بالنسبة لأفريقيا إن هي قسمت أفريقيا التقسيم المعهود اللي فيه شمال أفريقيا اللي هو الدول العربية بالظبط، وفي أفريقيا جنوب الصحراء. ده بعد الخبراء الأمريكيين قالوا إن كان ربما من الأوفق عدم التمسك بهذا التقسيم والتعامل مع أفريقيا كتلة على بعضها، قارة واحدة، مش شمال أفريقيا الدول العربية ثم أفريقيا جنوب الصحراء. بس طبعا من كلام المسؤولين الأمريكيين يعني ربما المبادرات اللي تحدثوا عنها مش هتلتزم قوي بهذا التقسيم. أنا بشكر حضرتك جدا، نورتنا يا فندم. شكرا معنا النهارده، شكرا جزيلا. شكرا يا فندم. شكرا جزيلا سيادة السفير حسين هريدي مساعد وزير الخارجية الأسبق. بشكرك مرة تانية يا فندم. شكرا. وبشكركم مشاهدينا على حسن المتابعة، وإن شاء الله بكرة أسرة جديدة مباشر من مصر. إلى اللقاء.